تخيل معايا كده يا صديقي إنك صاحب شركة صغيرة وعايز تكبر مشروع، لكن في تحديات زي حجم الفريق الصغير والطلب الغير متوقع والموارد المحدودة، والعوامل دي مخلية التوسع صعب. وبعدين تيجي تسمع عن حاجة اسمها الحوسبة السحابية أو الكلاود كومبيوتنج، وقبل ما تستثمر فيها تقرر تعمل مقارنة ما بين حاجة اسمها الأون بريمس كومبيوتنج والكلاود كومبيوتنج علشان تاخد قرار أفضل. فلما نتكلم عن التوسع، النظام المحلي أو الأون بريمس كومبيوتنج بيكلفك أكتر وبيديك خيارات أقل، وبمجرد ما تكبر بيبقى صعب تقلل الحجم تاني، وده بيؤدي لخسارة كبيرة في التكاليف البنية التحتية والصيانة. لكن الكلاود كومبيوتنج بتقدم لك مرونة بإنك تدفع بس اللي حضرتك بتستخدمه، وكمان تقدر توسع أو تقلل الحجم، أو بمعنى تاني إنك تعمل سكيل أب أو سكيل داون بسرعة وبسهولة. خلونا دلوقتي نتكلم عن التخزين. السيرفرات وأنظمة الأون بريمس بتحتاج مساحة كبيرة عشان السيرفرات، غير المشاكل اللي بتيجي مع استهلاكك للكهرباء والصيانة. في المقابل خدمات الكلاود كومبيوتنج بتكون مدارة من مقدمين الخدمات السحابية أو الكلاود بروفايدرز، وده بيوفر لنا حاجتين: بيوفر لنا الفلوس والمساحة. أما عن أمان البيانات، أنظمة الأون بريمس بتوفر أمان محدود شوية بسبب التدابير الأمنية التقليدية، على عكس الكلاود كومبيوتنج بتقدم أمان أعلى وتقلل الحاجة للمراقبة المستمرة. وفي حالة إن إحنا فقدنا بيانات، فعلى مستوى الأون بريمس بتكون فرص استرجاع البيانات فيها ضعيفة شوية، أما في الكلاود كومبيوتنج فيها أنظمة استرجاع قوية علشان نضمن استرجاع البيانات بسرعة وسهولة. وأخيرا نيجي لموضوع الصيانة. الأون بريمس سيستمز بتحتاج فرق إضافية علشان تقدر تدير الأجهزة والبرمجيات، وده بيزود في التكاليف بشكل كبير. أما مع الكلاود كومبيوتنج الصيانة بتبقى عن طريق الكلاود بروفايدر، وده بيقلل من تكاليف الموارد بشكل كبير. فبعد ما حضرتك فكرت في كل ده، قررت ان الحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج هو الاختيار المناسب ليك، وبدات تدور اكتر عن ايه هي بقى الكلاود كومبيوتنج. فالكلاود كومبيوتنج هي باختصار تقديم خدمات الحوسبه حسب الطلب من عن طريق الانترنت، على اساس الدفع المقابل للاستخدام. فببساطه بدل ما تدير الملفات والخدمات من على ستورج سيرفر محلي، هتقدر تدمن من عن طريق الإنترنت بطريقة موفّرة أكتر. وفي عندنا نموذجين أو 2 models أساسيين من الcloud computing، وهُم الdeployment model والservice model. فالdeployment model بيشمل 3 أنواع، وهُم الpublic والprivate والhybrid cloud. وعلشان نفهم الdeployment model تعالوا ناخد مثال بسيط نوضّح فيه ال3 أنواع اللي اتكلمنا عنهم. فدلوقتي تعالوا ناخد السيناريو إن أنا عايز أنزل مشوار، وعشان أروح المشوار بتاعي عندي 3 اختيارات. أولهم إن حضرتك تنزل تركب أوتوبيس مع كل الناس، وفي سواق هو اللي مسؤول إنه يسوق الأوتوبيس ويحل أي مشكلة في الأوتوبيس ده، وده مثال الpublic cloud. فهنا البنية التحتية متاحة للجميع وبيتم إدارتها من الكلاود بروفايدر. وتاني سيناريو هو لو حضرتك ربنا موسع عليك وعندك عربية خاصة، فبتروح مشوارك بعربيتك، فالبنية التحتية بنية مخصصة. وهنا المقصود إن البنية التحتية مخصصة لشركتك أو ليك أو لاحتياجك أنت بس، وبيتم إدارتها من خلالك برضه. وتالت سيناريو وهو لو ما عندكش عربية خاصة بس مش بتحب تركب الأوتوبيس مع كل الناس، فبتبتدي توقّف تاكسي أو تأجر أوبر، وده هنا مثال للhybrid cloud، وده مزاج ما بين الprivate cloud والpublic cloud، وده بيدّيك مرونة أكتر. وبعد ما اتكلمنا على الdeployment model، تعالوا نبُص على الservice model. والservice model برضه بينقسم ل3 أقسام رئيسية، اللي هم الIaaS والPaaS والSaaS. ففي الon premise حضراتكم بتبقوا مسؤولين إنكم تديروا كل حاجة من أول الكابلات في الdata center لحد الapplication layer أو التطبيق اللي هيبقى موجود على السيرفرات، على عكس الcloud إن إحنا مش لازم نشيل هَم كل ده. خلّوني أوضّح لكم أكتر. فالIaaS اللي هو اختصار للinfrastructure as a service، وده بيقدّم لنا بنية تحتية أساسية زي الstorage والnetworks إلى آخره. ولو شركتنا محتاجة موارد زي دي، فالAIS هو الاختيار المناسب. فهنا حضراتكم هتديروا البنيات أو البنية التحتية والتطبيقات ونظام التشغيل، والcloud provider هيدير البنية التحتية الأساسية اللي هي الكابلات والhardware layer. ييجي بعد كده الPaaS أو الplatform as a service، وهنا الcloud provider بيقدّم لنا cloud platforms وبيئات علشان نقدر نطوّر ونعمل عليها اختبارات وندير التطبيقات. فلو شركتك محتاجة بلاتفورم أو منصة عشان تطور التطبيقات بتاعتها، فالPaaS هو الأنسب ليك. فكل اللي عليكم تديروه هو التطبيقات والبيانات والcloud provider
في الآخر هو اللي هيدير باقي المكونات، فهيدير إيه؟ هيدير أنظمة التشغيل والكابلات أو الhardware layer. وأخيرًا عندنا الSaaS اللي هو اختصار للsoftware as a service، وفي بعض من الناس بيقولوا عليه service as a service، على أساس إن الsoft ware هيقدم application في الآخر. وهنا حضراتكم مش هتشيلوا هَم لإدارة الأجهزة ولا البرمجيات حتى، الcloud provider هو اللي هيبقى مسؤول عن إدارة كل حاجة من أول الsoft ware لحد الhardware. فلو عايزين تركّزوا أكتر على الbusiness من غير هَم إدارة البنية التحتية والsoft ware، فالSaaS هو الاختيار المناسب. فدلوقتي سؤالي لحضراتكم وعايز أعرف إجابته في التعليقات، إيه من الdeployment models حضراتكم بتبقوا مسؤولين عن إدارة التطبيقات والبيانات ونظام التشغيل؟ وعندنا أمثلة كتير من الcloud provider، ومن أشهر الcloud providers في السوق عندنا الAWS، جوجل كلاود، ومايكروسوفت ايجا. صحيح نسيت اقول لكم، دلوقتي احنا بدأنا نشتغل على البلاتفورم اللي هنقدم عليها كورسات خاصة للديف اوبس والكلاود، فممكن تزوروا الموقع بتاع البلاتفورم وهسيب اللينك موجود تحت في الوصف تحت او في اول كومنت. واللي عليكم حاليًا تعملوه إنكم تعملوا اشتراك في الnewsletter عشان تكونوا أول ناس تعرف إمتى المنصة هتشتغل. ولمّا تشتركوا في الnewsletter كل شهر هييجي لكم مني إيميل فيه نصايح بخصوص الcloud والDevOps ونصايح إزاي نتطور في الcareer بتاعنا. طيب دلوقتي يا مصطفى أنت اتكلمت في الdeployment models عن الprivate والpublic والhybrid cloud، بس أنا سمعت مصطلح كده اسمه الmulti cloud ومش فاهم إيه الفرق ما بينه وما بين حاجة اسمها الhybrid cloud. فممكن تشوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا الفرق ما بين الmulti cloud والhybrid cloud. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.